السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناة لاب لايف. فيديو في غير موعده، وبقالنا يعني منزلين فيديو من يومين، ودي أول مرة نعملها إن احنا ننزل فيديو من يومين وننزل فيديو تاني بعدها. ولكن علشان ننقذ الناس بتوع سنة أولى، وبناء على طلبهم إن احنا نعمل فيديو نتكلم فيه عن المواد وازاي يذاكروها. مبدئيا انت طبيعي مليون في المية ان انت اول سمستر ده هتحس ان الدنيا صعبة، الدنيا مكلكعة. انت داخل نظام جديد، انت كنت في نظام بقيت في نظام تاني، فالتوتر واللخبطة وتحس ان انت عايم في البحر كده. ده احساس طبيعي وكلنا عدينا بيه. اي حد يقولك انت ازاي متلخبط، ازاي مش فاهم النظام، يبقى هو بس ايه يعني بيعمل عليك شو خلاص. يعني هو في يوم من الايام برضو كان في نفس مكانك وكان تايه وحاسس ان هو الدنيا ضايعة منه خالص. آه ده بس حاجة لازم كنا ننوه عليها علشان بس متقلقوش. يعني انت طبيعي اول سمستر هتلاقي في صعوبة، ولكن ما تستسلمش للصعوبة دي. يعني حاول بقى ان انت تقاوم. ندخل في المواد على طول. مادة الأورجانيك مثلا بما إنها من أهم المواد، مادة الأورجانيك مادة فهم، ما تاخدهاش على إن هي حفظ. انت لو فهمت هتلاقي نفسك بتعرف تلقاء المركبات. مادة فهم ومادة حل، ان انت تفهم وتحضر المحاضرة وتعرف المحاضرة دي بتتكلم عن ايه وتروح تحل. يعني الاورجانيك من المواد اللي انت لازم تذاكرها في يومها. ما ينفعش ان انت تأجلها مثلا كمان 3 ايام، كمان 4 ايام. في مواد ينفع ان هي تتأجل عادي يعني، مش هتأثر اصلا على مذاكرتك، وهتيجي بعد كده وهتلاقي نفسك فاكر وكل حاجة. ولكن الاورجانيك مش كده، الاورجانيك لازم تاخدها النهارده تذاكرها النهارده. يعني مهما كانت الظروف حاول ان انت تضغط نفسك بالكتير قوي تذاكرها تاني يوم. يعني دي كانت من ضمن الحاجات اللي خلتني ان انا الحمد لله اجيب جريد كويسه في الاورجانيك، ان انا كنت بذاكرها في يومها. يعني يوم ما اقول ان انا اتاخرت كان يوم يومين بالكتير جدا، مش اكتر من كده. لان هي ماده فعلا مش ماده تراكم، ومش ماده ان انت تسيبها لاخر الاسبوع خالص. آه البايوكيمستري برضو من المواد اللي ممكن تحس ان هي صعبة. كل الناس بتكرهها. مش عارفة مع اني انا كنت بحبها يعني. بس مثلا البايوكيمستري برضو تذاكرها اول باول، ما تهملهاش. لو في فيديوهات على يوتيوب تشوفها تسهل الدنيا عليك. تحاول ان انت تربط بقى المحاضرات ببعضها، لان البايوكيمستري يعني سلسلة كده. فما توقعش مثلا محاضرة او ما تغيبش محاضرة. يعني حاول ان انت تحضر كل المحاضرات مع بعض ورا، يعني تحضر المحاضرات كلها يعني، وتذاكر المحاضرات كلها برضه مع بعض. يعني انت مثلا ما تذاكرش مثلا المحاضرة الخامسة قبل المحاضرة التالتة عشان انت مفكر ان المحاضرة الخامسة اسهل من المحاضرة التالتة. لا، تذاكر بالترتيب. آه البايوفيزيكس دي من المواد اللي انا ما كنتش بحبها اطلاقا، لان انا اصلا ما بحبش مجال الفيزيكس. ولكن البايوفيزيكس مادة العملي بتاعها والمسائل بتاعتها كويسة يعني. المسائل بتاعتها فعلا كويسة. قد تجد بعض الصعوبة في الامتحان، ولكن ده أمر طبيعي كلنا عدينا بيه يعني. ولكن البايوفيزيكس الرخم فيها النظري، الجزء النظري هو اللي ممكن يكون رخم معاك شوية، ولكن طبعا بيحضروا محاضرات بالحل. الحل كتير بقى، الحل كتير 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 يعني. في البايوفيزيكس بالذات حل كتير. هتلاقي الدنيا بتتلم برضو معاك، وما تراكمش برضو بايوفيزيكس بديهيا كده. فيزيكس يبقى ما تراكمهوش. يعني انت متعود من ثانوية عامة ان انت في الفيزيكس ما تراكمش. او الفيزيكس عموما ما ينفعش ان هي تتراكم يعني. آه بالنسبة لمادة ايه تاني، مادة الاناتومي بقى. الاناتومي حاول برضو يعني ده مادة من المواد، مواد فهم. آه حاول ان انت يعني تحضر المحاضرات وتعرف بقى ان انت تفرق بقى ما بين كل الاجزاء. يعني انت مثلا تفرق ما بين العظمة دي والعظمة دي، العظمة دي فوق والعظمة دي تحت، وهكذا يعني. آه الاناتومي كان من المواد اللذيذة، ولكن الكبيرة في المذاكرة. يعني مثلا المحاضرة الواحدة ممكن تاخد منك وقت كبير. ف... فعلشان كده لازم الاناتومي برضو ما تراكموش. يعني انت حاول انت تعود نفسك من اول سمستر كده ان انت ما تراكمش في مواد.
زي ما قُلت أنت ممكن تسيبها لآخر الأسبوع وتدّي يعني تدّي مواد تانية بيبقى ليها أهمية أكتر أو لازم تتذاكر النهارده أكتر من مادة تانية، ده ينفع في مواد فعلًا بتكون كده عادي لو أنت مثلًا سِبتها لآخر الأسبوع، بس متسيبهاش كتير يعني متهملهاش خالص، لإن هي بتيجي في الآخر وتلاقي الدنيا بتتلم معاك فمش بتلاقي صعوبة يعني، زي الfirst aid مثلًا. آآ بالنسبة بقى للفسيولوجي، الفسيولوجي لو انت بقى حد عايز يدخل تحاليل فاهتم بالفسيولوجي، يهتم بالعملي بتاعه، يهتم بالنظري، يهتم بالمادة كلها لأن الفسيولوجي من الحاجات اللي ايه هتفيدك كحد مثلا عايز تحاليل يعني لما تدخل تحاليل. فالفسيولوجي برضو تذاكره ازاي. هو بص هو احنا سيبنا كل يعني عملنا الفيديو ونسينا اهم نقطة اللي انتوا اصلا سألتوني عليها، تذاكروا ازاي. وكل واحد ليه نظام في المذاكرة، والمذاكرة في الجامعة مش زي المدرسة، يعني الجامعة فيها أنظمة كتير جدا للمذاكرة. في واحد ممكن يذاكر ان هو يسمع المحاضرة ويفرغها، ودي من الطرق اللي بشوفها ان هي كويسة. في ناس بتشوفها تضييع وقت، عادي كل واحد حر في وجهة نظره. في واحد ممكن ان هو مثلا بيحضر المحاضرة يروح يقرأها بعد كده تاني يوم مثلا يبدأ ان هو يذاكرها ويطلع الحاجات المهمة ويعمل عليها اسئلة، ده برضه من الأنظمة الكويسة. في واحد بيذاكر بنظام question و answer، ده برضه نظام كويس. في واحد بقى بيذاكر بنظام ان هو يقعد يقرأ ويحفظ ويدش، وده مش نظام كويس ومش هيفيدك في الكلية، خصوصا ان انت كلية طبية. الحوار ان انت تحفظ هيخليك مش تجيب امتياز بعدين، بس انت بقى انت خدت ايه من المادة؟ ما خدتش حاجة. فهمت ايه من المادة؟ ما فهمتش حاجة. تيجي بعد كده تنزل تشتغل، انت يا ابني كنت بتاخد ايه في الكلية؟ ما كنتش باخد حاجة. فنظام الدش والحفظ ده مش هيمشي معاك. آه، في واحد مثلا ممكن يذاكر بنظام ان هو يعني يجيب حد ويقعد يشرح له اللي هو ذاكره وكده، دي برضو من الحاجات الكويسة جدا ان انت مثلا تشرح لحد اللي انت فهمته. آه، في واحد تاني ممكن يذاكر مع اصدقائه في جروب، ده بقى ايه نقطة تانية يعني، ان انت مثلا تذاكر في جروب فانت لازم هيكون في شروط معينة علشان تقدروا ان انتوا تذاكروا، علشان كلنا عارفين اي تجمعات للاصدقاء مثلا ايه اللي بيحصل فيها في الاخر بنسيب الكتاب ومش بنذاكر. ولكن لو انتوا فعلا رايحين بنية ان انتوا تذاكروا وان انتوا فعلا ناويين ان انتوا تذاكروا، يبقى الموبايل مثلا مقفول وبعيد عنكم ومفيش حد هيتكلم التاني. يعني تحطوا بقى ايه قواعد كده يعني مثلا لو حد اتكلم يعني ايه يكون في يعني ايه قواعد معينة رولز معينة تعملوها، ما يكونش في ايه تضييع للوقت يعني. في واحد ممكن يذاكر بيحب يذاكر مثلا في مكان برا البيت في ورك سبيس، ده برضو حاجة كويسة. ولكن برضو الورك سبيس اللي انت هتروحها تبقى عارف ان انت رايح تذاكر، مش رايح ان انت بقى ايه تقعد يعني ايه تشغل واي فاي بقى وتقعد ايه تلعب على الموبايل. آه، في أنظمة كتير جدا جدا للمذاكرة، فكل واحد يشوف طريقة ويمشي عليها، كل شيخ له طريقة كده زي ما بيقول. ف فحوار ان انا اقولك في نظام لمذاكرة مادة معينة، لا ده مش هينفع، يعني انت النظام ده يمشي معايا بس ما يمشيش معاك، كل واحد ليه نظام وطريقة خاصة بيه هو. كمان في مثلا واحد يذاكر بنظام البومودورو، ان هو 25 دقيقة 5 دقايق بريك. في واحد ممكن يذاكر ساعتين، يقعد ساعتين كده متواصل وما يقومش ويذاكر، وده بيبقى عنده بقى ايه صبر وعزيمة ما شاء الله يعني، ده برضو حاجة كويسة. آه ففي أنظمة كتير جدا زي ما قلنا للمذاكرة، فشوف الطريقة اللي تريحك وامشي عليها. نرجع لموضوعنا. احنا اتكلمنا عن الفسيولوجي والاناتومي. الميكروبيولوجي ده برضو ايه من المواد اللي انت تهتم بيها جدا، لان هي مادة ب3 ساعات، واي مادة عموما ب3 ساعات 4 ساعات. آه اي مادة يعني اكتر من ساعتين اهتم بيها، لان المواد دي هي اللي بتتحكم لك في الجي بي اي بتاعك، اهتم بالمواد دي كويس جدا. آه الميكروبيولوجي زي ما قلت اهتم بيه ويعني ايه حاول ان انت برضو ما تراكمهوش وتذاكره اول باول. هو ده يعني هو ده السر، يعني لو انت قلت لي دي نصيحة
للمذاكرة هو بس ان انت متراكمش اول باول يعني ما تراكمش قصدي يعني ما تراكمش وذاكر اول باول. هو ده السر بس مش اكتر. انت لو ما راكمتش وذاكرت اول باول وخلصت محاضراتك اول باول، هتيجي مثلا في وقت الميدترم هتلاقي نفسك مستريح جدا. هتيجي مثلا فاينل هتلاقي نفسك مستريح جدا جدا ان انت مذاكر وعامل اللي عليك. هو ده السر، هو ده المفتاح كامل الاخر. جوه الشقة بقى انت ايه ليك نظام. في واحد يقولك لا انا هحط ده هنا هحط ده هنا، فهو نفس النظام. يبقى المفتاح ان انت تذاكر اول باول وما تراكمش اي محاضرة عليك او اي سيكشن. انت بقى يعني اما تفتح بقى بالمفتاح انت ليك انظمة كتير جدا ليك ان انت تختار فيها اللي انت عايزه. بالنسبة لمادة الكمبيوتر، الكمبيوتر من المواد برضو ايه اللي انت يعني ما تاخدهاش ان هي كمادة حفظ قوي، حفظ بحت. لا خدها كمادة فهم علشان ايه تفيدك، هتفيدك لما تنزل مثلا تشتغل في معمل. لو انت مثلا عايز تحليل هتفيدك ان انت ايه لما تشتغل في معمل او بحاجة، فهتعرف الجهاز ده بيتعمل ازاي. يعني كل الكلام ده ممكن يبانلك ان هو بيزك وحاجات تافهة ونظري وكل الكلام ده، بس هيفيدك بعدين. فما تهملش اي مادة يعني عموما. انا كده تقريبا اتكلمت عن كل المواد او معظمها يعني اللي عندكم. فزي ما قلت هو السر بس ان انت تذاكر اول باول، آه وما تراكمش اي محاضرة عليك، وان انت يعني ايه تشوف بقى نظام المذاكرة اللي يريحك وتعمله. آه يعني ده كان فيديو. في تاني مهم، هحاول ان انا احط لك في الديسكريبشن بوكس اللي هو صندوق الوصف اللي هو بيبقى تحت الفيديو ده. هحاول ان انا احط لكم فيه لينكات لقنوات يوتيوب بتشرح بعض المواد، طبعا مش كلها. لكن بتشرح بعض المواد زي الميكروبيولوجي، زي الميكرو زي الميكرو زي الاناتومي. وكان في كمان اللهم صل على النبي الفسيولوجي تقريبا. عموما هحط لكم كل اللينكات دي في الديسكريبشن بوكس، ممكن تبص عليها على القنوات دي وتشوف تحاول تفهم يعني منها وكده وتذاكر منها، هتفيدك ان شاء الله. وبس كده. ده كان فيديو طبعا زي ما قلت في غير وقته وفي غير العادة، ولكن اتمنى ان هو كان يكون فيديو مفيد، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا وتشوفوا القنوات اللي انا هحطها لكم وتستفيدوا منها باذن الله. ربنا يوفقكم ويجعله عام سعيد مبارك موفق عليكم، وتحققوا فيه كل اللي انتم عايزينه، وتبقى مرحلة كده سعيدة ومثمرة وموفقة عليكم كلكم بإذن الله. وبس كده. ولو استفدت من فيديو النهاردة متنساش ان انت تدعيلي دعوة حلوة. بس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.